الخبير التحكيمي لقنوات بين سبورت يثير الجدل بعد مباراة الأهلي وبيراميدز. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، وإن كنت محب وعاشق للنادي الأهلي لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كابتن جمال الشريف المحلل لقنوات بين سبورت يدلي بتصريحات مثيرة جدا عقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد أحرزه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي. جمال الشريف في تصريحاته اتكلم عن حالتين مهمين جدا جدا في المباراة. الحالة الأولانية هي ركلة الجزاء المشكوك فيها لصالح نادي بيراميدز، والحالة الثانية هي طرد محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. كابتن جمال الشريف اتكلم عن ركلة الجزاء المشكوك فيها التي تم إلغاها بواسطة الحكم الألماني فيليكس تراسفير. قال جمال الشريف: في البداية يا جماعة لازم الناس في مصر تعرف ان الحكم اللي موجود في ارض الملعب حكم ألماني مش حكم مصري. معظم الحكام في مصر بيحسبوا الحالات اللي شبه كده، لكن المدارس الأجنبية ما عندهمش هزار. واضح جدا في الإعادة وفي الكاميرا ان قدم مهاجم بيراميدز هي اللي راحت لقدم مدافع النادي الأهلي. مدافع النادي الأهلي كريم فؤاد باعد رجله تماما عن مهاجم نادي بيراميدز وليد الكارتي، وهو وليد الكارتي اللي راح بقدمه اليسرى لمدافع النادي الأهلي كريم فؤاد. إذن ليس هناك ركلة جزاء، وقرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء قرار صحيح 100%. أما بالنسبة لحالة محمد الشيبي وحسين الشحات، محمد الشيبي تدخل غريب جدا على مهاجم النادي الأهلي حسين الشحات، تدخل فيه تهور كبير من محمد الشيبي أدى إلى احتساب بطاقة حمراء للاعب، وهذا هو القانون وهذا هو ما طبقه الحكم الألماني فيليكس. كان لازم محمد الشيبي يطرد. دي كانت تصريحات كابتن جمال الشريف اللي قالها بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.